دار الحضارة للنشر مؤسسة رائدة في المجال الثقافي والفكري في الجزائر. عملت المؤسسة على مدى عقود من الزمن على خدمة الثقافة في بلادنا ودعم حركة النشر في المجال الفكري والتاريخي وكذا أدب الطفل وسير الأعلام، فكان لها السبق في تسليط الضوء على مناح عديدة. فعلى غرار المجال التاريخي الواسع دعمت دار الحضارة كل البحوث والدراسات التي تناولت أعلام الجزائر وحواضرها العلمية والتاريخية، بالإضافة إلى اهتمامها بأدب الناشئة. أما عن التظاهرات الثقافية فقد نظمت دار الحضارة العديد من الفعاليات التي تهدف إلى ترقية العمل الثقافي، فكانت ندوات الحضارة منبرا لتبادل الآراء ووجهات النظر في المشهد الثقافي بشكل عام، إضافة إلى تكريم العديد من الكتاب الفاعلين والمثقفين والعلماء في حفل الفكر والثقافة. كما أطلقت المؤسسة عدة مشاريع أهمها مشروع 1000 كتاب للطفل، ومشروع الترجمة إلى الإنجليزية، وموسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، إضافة إلى كتب التاريخ الثقافي للمدن الجزائرية. ولها أيضا مشاركات في العديد من معارض الكتب داخل وخارج الوطن. وقد صنعت دار الحضارة الحدث بإطلاقها لجائزة البطلة الشهيدة دنيا بوحلاس الدولية في مسابقة لأحسن قصيدة شعرية حول البطلة. ولا تزال دار الحضارة تصنع الريادة بما تقدمه من مبادرات من شأنها ترقية الوعي الثقافي في الجزائر. مؤسسة رائدة يقف وراءها رجل وطني وخدوم للوطن في المجال الثقافي والتاريخي، الأستاذ الأديب رابح خدوسي. فكل الفخر بأديبنا وبمؤسسته الرائدة دار الحضارة، 30 سنة في العطاء الفكري والنضال الثقافي.